حبيت أجرّب معاكم البطاطس المنفوخة اللي الشيفات بقت بتعملها، فقُلت أنا كمان أجرّب أشوف هتنفع والّا لأ، وهاقول بأمانة هتنفع والّا لأ، سهلة والّا لأ، كل ده بأمانة هاقوله في الفيديو، تمام؟ أنا بعد ما عملته كمان عملت معاه التبولة اللي هي سلطة التبولة، حبيت إن أنا أجرّب الوصفة كاملة. أول حاجة جِبت بطاطستين كده حلوين متساويين وعملتهم وقشّرتهم بعد ما غسلتهم، وبعد ما هاغسلهم قُلت أجيب القطّاعة بتاعة البطاطس اللي هي بتاعة الشيبسي، دي البداية حبيت إن أنا أبتدي بيها، آجي أعمل بيها طبعًا ما نفعتش معايا خالص، يعني حاولت إن أنا أجيبها، المهم البطاطس لازم تجيبيها بالضبط تعمليها تكون يعني حوالي 2 مِلّي، 2 مِلّي، وبعد ما اتجرحت من البتاعة دي ما لقيتش معايا نتيجة غير إن أنا أعملها كده. وعلى قد ما باقدر كنت باحاول إن أنا أجيبها 2 مِلّي، والحمد لله، الحمد لله بعد ما يعني اشتغلت في كام بطاطساية عرفت أجيبهم، دي كانت البداية، تمام، وبعد كده بعد ما هاعملهم هنجيب دلوقتي هاغسلها كويس عادي خالص من تحت الحنفية بمَيّة عادية، وهاجيب معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة البيكنج باودر، تمام، وهاخلّيها لمدة ساعة زي ما إحنا كنا شايفين الشيفات بتعملها بالضبط. هنجيب دلوقتي علشان نعمل التبولة، سلطة التبولة، جبنا بصلاية متوسطة وزيها طماطماية متوسطة، وبعد ما قشرناها وغسلناها قطعناها، وهنجيب الطماطماية برضو بعد ما اتغسلت هنقطعها، وبعد كده بقدونس بعد ما غسلناه وصفيناه من المَيّة وهنقطّعه هو كمان، بنشيل العصيان اللي هي من فوق وبنخلّي على قد ما نقدر العروق بس زي ما هنشوف، وبعد كده لو عندِك نعناع فريش هتاخدي برضه شوية صغيّرين تقطّعيهم صغيّر، أو لو عندِك نعناع ناشف ممكن تفركيه بإيديكِ كده، لو ما عندكيش يعني خلاص، تمام، وبعد كده هنجيب البرغل اللي إحنا غاسلينه وناقعينه شوية في المَيّة السخنة وصفيناه، وبعد كده معلقة من زيت الزيتون، معلقة من دبس الرمان، وبعد كده شوية من الملح، وآخر حاجة ليمونتين كده حلوين، بصراحة الليمون يعني ده أساسي في السلطة، تمام، وبعد كده بقى هنجيب البطاطس، إحنا مش بنشطفها ولا أي حاجة تاني، هنجيب البطاطس أول حاجة زي ما شُفت بقى أنا جِبت كبشة صغيرة علشان أحط الزيت من فوق، بس هو بصراحة أنا كنت حاطة زيت كتير مش محتاجة، بس برضه حبيت إن أنا إيه أشتغل كده زي الشيفات أقول يمكن تيجي معايا. وبقيت أجيب كده الزيت وأحط من فوق علشان خاطر وأبعدهم عن بعض علشان لو واحدة ناوية يعني تتنفخ كده ما فيش التانية تكون تعطّلها، وبرضه ما فيش أي حاجة. طب نعمل إيه؟ قُلت برضه أشوف إن أنا شِلت الجزء ده وبعد كده حطيت تاني غيره، قُلت برضه أجرّب. للأمانة لمّا شُفت المرّة التانية جالي كده إيه شوية من الإحباط إن أنا إيه، إن أنا خلاص مش هتنفع معايا. فقُلت خلاص زي ما الشيف عبير قالت إن هي هتحط تطلّع من البطاطس وتحطها في زيت تاني بس الزيت يكون سخن جدًا، رُحت أنا عملت إيه، قليت كل البطاطس كده نُص قلية، تمام، وبعد كده اللي أنا قليته من الأول بقيت آخده بنفس الطاسة عادي، وخلّيت الطاسة زي ما إحنا شايفين البوتاجاز اتبهدل خالص، وخلّيت الطاسة سخنة أكتر من أول مرّة، أحط كده ألاقيها إن هي فعلًا بدأت إن هي تتنفخ. تمام، زي ما إحنا هنشوف دلوقتي أو شايفين دلوقتي بدأت فعلًا تتنفخ، دي حاجة حسيت إن هي بداية مبشرة، رُحت بدأت تاني أحط من اللي هو القديم اللي أنا كنت قليته نُص قلية، ولقيت فعلًا حتى العريض اللي أنا حطيته العريض برضه لقيته بدأت يتنفخ كده. فأنا عايزة أقول حاجة، لو أنتِ هتعملي نفس الوصفة، أول حاجة تصبري عليها شوية، لازم تخلّيها تنشف قدامِك مش مجرد إن هي تتنفخ كده تطلّعيها، علشان لو عايزاها تاكليها كده من غير ما تحشيها، هتلاقيها مقرمشة معاكِ فعلًا، دي حقيقة. بُصّي دي بقى اللي هي التخينة البطاطساية مش الطويلة، برضه اتنفخت معانا. تمام، بس عايزة أقول للأمانة ما اتنفختش كل البطاطس، مش بسهولة الموضوع، بتبهدلي البوتاجاز لإن أنتِ بتلاقي بتحطي وزيت سخن جامد وطرطشة جامدة، وفي نفس الوقت في الآخر بتلاقيهم قليلين، أنا كنت عاملة بطاطس كتيرة، اللي اتنفخوا للأمانة اللي اتنفخوا هم دول بس، يعني أنا عن نفسي تجربة عملتها علشان خاطر باصور فيديوهات، ولكن أنا التجربة دي ما افكرش إن أنا أعملها في أيام طبيعية عادية إن أنا أفكر أعملها، ولكن السلطة اعملوها،
السلطة طعمها تحفة، طعمها حلو جدًا، جدًا، جدًا ومُشبعة، يعني موضوع البرغل ده طبعًا صحّي وهو مُشبع، فاعملوها. حتى بُصّوا البطاطس اللي هي اتنفخت معايا، الجزء اللي اتنفخ خفيف جدًا، جدًا، وبرضه حبيت إن أنا الصغنطاطين دول ما ارميهمش أو ما يتاكلوش كده، قُلت برضه هُم ما لهمش نِفْس إن هُم يتحشوا، رُحت حشيتهم. الشكل حلو بأمانة، الشكل حلو و ويعني حلو كمان لو الأطفال عايزة تأكّلي لهم البرغل من غير ما يكونوا عارفين ده، لإن الأطفال برضه مش كل حاجة بيحبّوا ياكلوها، بصراحة هينفع مع طفل إن أنتِ تأكّليه حاجة زي كده هيفرحوا بيها جدًا، ولكن على حسب كل واحد. أنا قُلت للأمانة هاقول الصراحة في الفيديو دوّة حلوة والّا لأ، طعمها حلو ولكن مش بسهولة هتنفُخ معاكِ، مش بسهولة خالص. وبكده خلصت وصفتنا، ويا رب تكون عجبتكم، ويا ريت ما تنساش تشترك في القناة.